لو انت طالب اولى اعدادي وعندك مشكله في الاكسبوننت، تعالى اعلمك حاجه ظريفه جدا. واول حاجه انا هعلمها لك حاجه اسمها السيم بيز، وايه تاثيرها على الباور لو كان موجود. ركز معايا قوي لان انا هفهمك تقدر تحل اكتر من 20 30 40 مساله بمنتهى السهوله عن طريق كام رول؟ عن طريق 3 رولز بس، 3 رولز. يلا نخش مع بعض، يلا بينا يا دكتور. بص يا سيدي، كلمه السيم بيز يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي a باور m مثلا ملتبلاي باي a باور n، هنا ما دام في ملتبلاي تحت بعمل حاجه اسمها adding للباورز. خلاص؟ طيب لو انا عندي a باور m divided a باور n، هنا same base، فبعمل subtract للباور. الله. طب افرض يا مستر عندي a باور m all باور n، يبقى بعمل a باور m multiply by n. يبقى انا لازم اكون مركز قوي ان انا يا ترى الاوبريشن اللي قدامي هي عباره عن ايه؟ يا اما عباره عن multiply بعمل adding، طب لو عملت divided بعمل subtract minus، طب لو عملت باور لباور يبقى بعمل multiply. الحاجات دي مهمه جدا 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 جدا. واحد يقول لي يا مستر معلش انا عندي مشاكل وبتعالج بالاعشاب ومش فاهم. تعال افهمك بسرعه. بص يا سيدي، لو انا عندي 2 باور 3 multiply by 2 باور 5، يبقى 2 باور كام؟ 3 بلس 5 يبقى 2 باور 8، يبقى بعمل لهم adding للباور. مستر طب جالي 2 باور 5 divided 2 باور 2، يبقى بعمل ايه؟ بعمل subtract للباور 5 minus 2، يبقى 2 باور 3. ركز معايا الموضوع مش صعب. طب لو جالي 2 باور 3 all باور 5، مستر امير يعني ممكن نكتبها 2 باور 5 all باور 3؟ اقول لك اه عادي. ليه؟ لانها هتبقى 2 باور 5 تايمز 3، وبالتالي يبقى بعمل 2 باور كام؟ باور 15. الكلام ده ركز قوي قوي. بص بقى كميه المسائل اللي انت هتشوفها وكلها ديبند على اللي انت شايفه قدام عينيك. لو تايمز يتحول لبلس، لو ديفايدد يتحول لماينس، ولو كان فوق بعض باور لباور يتعاملوا مالتبلاي. يلا بينا سجل معايا الكلام ده عشان ده مهم جدا. بص يا سيدي، حاجه زي كده هتقول لي يا مستر ده ايه؟ هقول لك ده سيم بيز، فبعمل 7 وبعمل بعديها ايه يا شباب؟ 7 و2 بلس 3 بقت 7 باور كام؟ باور 5. طب انا عرفت منين؟ لان انا عندي هنا ال7 مرتين، يبقى بحط عرفت منين ال7 مرتين ماشيه برضه، يبقى ساعتها يبقى 7 باور كام؟ 7 باور 5. يلا بينا اللي بعده يا مستر. بصوا بخلص لكم مسائل بسرعه ازاي. هنا في علاقه ايه؟ هتقول لي يا مستر دي ديفايدد، خلاص يبقى بثبت ال5 واعمل 8 ماينس ال4، فبقت 5 باور كام؟ سامعك؟ باور 4. برافو عليك. وبالتالي يبقى الانسر هتطلع بي. كل المسائل دي موجوده في الكتب الخارجيه، موجوده في كتاب المدرسه، فالموضوع بيكون سهل. طب حاجه زي كده مستر هنعمل ايه؟ قال لك الموضوع سهل قوي. بص يا سيدي، ممكن اعمل اي رقم. لو انا مثلا قلت لك مثلا 5 تايمز كام يدينا 10، لوجيكلي حضرتك بتقول لي انا هعمل ده ديفايدد ده، كلام محترم جدا. طب ما تعمل ده ديفايدد ده يا معلم اهو، يعني اعمل 3 باور 10 ديفايدد 3 باور 5. هتقول لي يا مستر الديفايدد اللي انت لسه قايل لنا ان هو يعمل ايه؟ بيعمل سبتراكت للباور، يبقى 3 باور كام؟ 3 باور 5. الله عليك يا حبيب والديك. يبقى هنا 3 باور 5. سهله جدا. خش على بعض يا معلم بسرعه. بص يا جماعه كميه المسائل اللي انا بوريها لك. طب مستر افرض جالي حركه زي كده وانا عندي مشاكل وبتعالج بالاعشاب ومش فاهم. بص يا سيدي، اعمل ديفايدد ومثلا حط ارقام من عندك 5 مثلا ويطلع 2. تفتكر انت بتعمل ايه في اللقطه اللي زي كده؟ لما يكون عندك مثلا ديفايدد كذا اعمل ده تايمز دوت، يبقى بعمل 2 تايمز 5، فالناتج هنا هيبقى كام؟ هيبقى 10. فده نفس الكلام، هتعمل 8 باور 3 ملتبلاي باي 8 باور 2، هيبقى عباره عن سمعك ايوه كده برافو عليك، انت بتعمل ادنج للباور، يبقى ساعتها يبقى 8 باور 5. شكرا يا مستر امير، شكرا. الله، ده كل المسائل سهله. كل المسائل سهله بس محتاجه ايه؟ تشغل دماغك. وبالتالي حاجه زي كده نعملها ازاي؟ لما يكون عندك رقم ملتبلاي مثلا 3 ايكوال 12، على طول احنا بنعمل اللي بره ديفايدد اللي جوه، صح كده؟ نفس الكلام، اعمل ده ديفايدد دوت، يبقى 4 باور 5 ديفايدد 4 باور 3، سامعك وعارفك وهجيبك، يبقى 5 ماينس 3 يبقى 4 باور كام؟ 4 باور 2. يبقى which one of them؟ طبعا الانسر في الكيس دي هتبقى equivalent to كام؟ to 16. 4 باور 2 يعني 4 في 4 ب 16. فبالتالي زي ما انتم شايفين حلينا 5 مسائل في ثانيه. مجرد ما تبقى انت عارف الرولز اللي انا حاططها لك، احفظهم وراجع الفيديو من الاول تاني عشان تكتبهم في ايدك ورقه وقلم، هيحل لك جزء كبير جدا من الحاجات اللي كانت واقفه قدامك. لو انت عايز تقول لي اي مساله واقفه قدامك، ابعتها لي دايركتلي على الواتساب وانا هشرحها لك على طول باذن الله. اعمل لايك للفيديو دوت واعمل سبسكرايب للشانل، وان شاء الله باذن الله هتلاقي فعلا كل جديد بيتقدم لك. وفي نفس الوقت اي مساله واقفه قدامك ابعتها لي دايركتلي وانا هرد عليها في فيديو باذن الله. اشوفك دايما على خير. معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.